اي حد يقول ما هل هو بيحكمكم الظرف ولا لا المبدأ ان احنا قلنا كلمة فلن نرجع فيها؟ لا، المبدأ هو الذي يحكم. بس المبدأ هنا ايه؟ انني اريد ان احصل على حكومة او سلطة تنفيذية، ده المبدأ. وعشان كده دخلت البرلمان. طب حيلة بيني وبين السلطة التنفيذية، ماذا افعل؟ هل اطلع اقول للشعب والله يا جماعة انتوا رحتوا انتخبتوني وانا قاعد في البرلمان معلش بقول كلمتين زي ما بيقولوا علينا دلوقتي، انتوا قلبتوا البرلمان الى مكلمة ثم لا نجد لهذا الكلام اثرا في حياه الناس. قلت اذا كان المجلس العسكري الان لا يريد ان يسلم الحكومه، فهل هو على استعداد بعد طرح المرشح ان يسلم الحكومه؟ اقول وبوضوح اذا حدث ذلك سوف نراجع القرار، نراجع. لا انا واحد في ايه؟ بس في مجموعه. انا اسفه والله زي ما انا هقول، انا مش عايز لا مش عايزه ابقى قلة الذوق، بس لا اطلاق بس إطلاق. بس لما حضرتك بتقول لي انه ممكن نراجع يعني القرار لو هم وافقوا نغير الحكومه، يبقى معناها ده ايه؟ معناها ان احنا بنلوي دراعهم، يعني دراع مين؟ دراع المجلس العسكري. ويستحق لوي الدراع. بوضوح شديد لا جدا. يعني انا دلوقتي هقدم مرشح رئاسي عشان الوي دراع، يا انا هقدم مرشح رئاسي عشان الوي بس دراعه، ولا عشان انا شايف ان ده مصلحه رغبتي يعني هل مصر هتبقى سيب ونسيب؟ لا مش كده. رغبتي ان انا استلم السلطه التنفيذيه لاخدم الشعب اللي اختارني، ده هدفي. حيل بيني وبينه بشكل مباشر في الحكومه الجا الى الرئاسه. طب ان عادت الي الحكومه تغير الوضع. وهنا بقى السياسه حاله ديناميكيه متحركه. ودايما بضرب المثل ده، اوباما كان ضد هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيديه للحزب الديمقراطي. صحيح، وبين اجتمعوا وبعدين عملوا ايه؟ وبقت هي في السلم الرئاسي رقم 3. وبعدين نائبه هي. حدث تغيير. هل نقول ان هي غيرت مبدأها؟ لا، ده لا زالت هي عضو فاعل في الحزب الديمقراطي، وكذلك اوباما طبعا. ومن ثم لو حدث ذلك ممكن الكلام، ممكن طبعا ولكل حادث حديث. عندي سؤال اخر، خلينا ناخد دور اتفضل. جدا. ده انا مبسوط قوي ان دلوقتي يعني انا عملت شعار جديد اسمه السلطه هي الحل، شكلها كده جميل. ده شعار جديد وبالفعل السلطه هي الحل. صح؟ انتوا بقيتوا بتقولوا هل ده شعاركم؟ لا فعلا ده انا بقول ايه؟ السلطه هي الحل لمشاكل الوطن. والا من يحل مشاكل الوطن؟ هل معلش هذا برنامج ناجح جدا والمذيعين فيه هايلين، معلش هل هيحل مشاكل البوتاجاز ولا لقمه العيش لا، ما فيهاش سلطه تنفيذيه. ايه السلطه التنفيذيه؟ هو ده المفتاح. اقوى سلطه في السلطات الثلاث في كل دول العالم هي السلطه التنفيذيه. السلطه القضائيه ساعات بتشكو انها تعطي احكاما ولا تجد من ينفذ الاحكام. السلطه التشريعيه زي حالتنا دي اللي احنا فيها تقول كلاما ولا احد يسمع. يبقى من القوة الأقوى؟ السلطة التنفيذية. فالسلطة هي الحل، نعم السلطة التنفيذية هي الحل لمين بقى؟ إذا كانت مخلصة حلت مشاكل الوطن.